كده خلصنا الجزئيه بتاعه المقاس بتاع الفرده بالثلاث ارقام وتفسيرهم كلهم. دلوقتي هنخش على الجزئيه اللي بعدها، وهو الحرف اللي بيبقى موجود جنب الارقام دي. هنا موجود حرف الواي، وهنا الحروف دي معناها دلالات على السرعه بتاعه الفرده. الدلالات دي معناها ايه؟ حرف ممكن تلاقي حرف التي او الاتش او الفي او الدبليو او الواي. التي دي معناها ان الاطار ده بيتحمل سرعه قصوى في الظروف المثاليه لغايه 190. هل الفرده تتحمل سرعه اكتر من كده؟ تتحمل، ولكن الشركه بتقول لك كسيفتي ليك، بما انك مثلا ممكن تكون ماشي في اجواء درجه الحراره بتاعتها عاليه شويه، فهو بيقول لك السيفتي بتاعك لغايه السرعه دي. فهنا التي دي معناها، ودي اقل حاجه، ودي معناها ان انت الاطار ده بيتحمل سرعه لغايه 190 كيلو متر في الساعه. الاتش ده معناها ان هو بيتحمل لغايه 210. الفي تمام ده معناه ان هو بيتحمل لغايه 240 كيلو متر في الساعه. الدبليو 270 كيلو متر في الساعه. الواي وده اعلاهم في السوق المصري، تمام، زي الفرده اللي معانا البريدجستون دي، يتحمل سرعه لغايه 300 كيلو متر في الساعه. ده كيلو متر في الساعه، تمام. فطبعا انت ممكن تزود السرعه عن كده عادي، ولكن اضطراريا شويه صغيرين. لكن انت لو ماشي في ظروف درجه حراره عاليه ومشيت على السرعه دي اعلى منها بكتير، الاطار هيكون معرض معاك للخطر او في خطوره على حياتك. بعد ما عرفتك كل حاجه في الفيديوهات، ازاي تكتشف فرده الكاوتش بنفسك من الالف للياء وبكل كلمه مكتوبه عليها، انت كده مش محتاج لي ان انا اخمك او ان محتاج ان انا افهمك حاجه في فرده الكاوتش. انا فهمتك كل معلومه من الاساس بدون ما ترجع لاي حد، وعامل لك عروض على كل الكاوتش. انت اللي هتختار بنفسك بناء على الكلمات اللي موجوده على الفرده، وبناء على جوده الفرده اللي انت هتعرفها من نفسك. لو رجعت للفيديوهات اللي انا عاملها كلها معلومات في الصميم، في قلب الموضوع، بديك كل معلومه عن الكاوتش اللي هو مهم جدا ليك ولاسرتك. عامل لك عروض على كل مقاسات الكاوتش. خش على الصفحه هتلاقي عروض موجوده في الصيني وفي التايلاندي وفي البريدجستون وفي المقاسات النقل كلها عليها عروض بفضل من ربنا سبحانه وتعالى. وانا عندي وعدي، اي حد هيلاقي ان انا مغلف سعر فرده يجي يقول انا لقيتها عند فلان ارخص منك، وانا ملزم ارجع له ثمن الفرده كلها واسيب له الفرده هديه مني ليه. السلام عليكم.